نصيحة لوجه الله. اسمع الفيديو ده للآخر وعقب على كل كلمة هنقولها، لأن أنا متأكد في الفترة الأخيرة دي في حالة من الاضطرابات داخل النادي الأهلي، وبرضه داخل نادي الزمالك، وفي حالة من القلق عند الجمهورين سواء الأهلي والزمالك بشأن الصفقات والراحلين والقرارات المتخبطة. مفيش واحد بيفهم كورة في الوقت اللي احنا فيه ده اهو الا وهيقول والله يا ابو الكباتن عندك حق في اللي بتقوله. اما الناس اللي هي بتمشي مع الموجة وبتحب تخبط وخلاص، فدي لو حبيت تثبت وجودك اتمنى يكون باحترامك للرأي والرأي الاخر. النهارده يا جماعة في قرارات في الاهلي والزمالك بشأن الصفقات، وفي قرارات لدى المدربين عاملة حالة من الغضب عند الجماهير. ويبقى السؤال: أين الإدارة؟ سواء هنا أو هنا. من حق الجمهور إنه يسأل لأنه أكبر داعم للفرقة، ومن حق الإدارة إنها تقدر وترد حتى ولو بتصريح، بس يكون ثقة. لأننا في حالة يعني الناس بتقول ده مش طبيعة الجماهير، ولكن يا جماعة احنا في فترة أصبح الكل بيقول رأيه، لكن يبقى الرأي المحترم هو الدائم. الأول وقبل ما أدخل في التفاصيل، عايزين الأول نكسب الثواب العظيم، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة حضراتكم بتتابعونا أتمنى من كل قلبي تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس واضغط لايك عشان يصلك كل جديد. ما بين تصريحات كهربا بالأمس مع إبراهيم فايق، وما بين يعني قائمة النادي الأهلي والراحلين وقرارات كولر، علامات استفهام. وكذلك أيضا في الزمالك عشان ما يعيدش الكلام. بالأمس كهربا طلع مع إبراهيم فايق واتكلم، والبعض بيتهموا إنه بيكسب تعاطف الجمهور، والبعض الآخر بيقول الراجل ده جبل واستحمل الدوس عليه. إيه اللي قاله كهربا؟ اللي قاله كهربا امبارح إنه كان بيتعامل معاملة مش كويسة من كولر، وإنه اتظلم، وإنه دمره معنويا ونفسيا، وقول زي ما أنت عايز تقول. من إمتى يا عم كهربا؟ منذ قدوم مودست ابو اغلى كوبايه شاي. خلينا نكون واقعيين، لان من ينكر هذا يبقى لا يفقه شيء. واتعمل له يعني تقديم اسطوري، وكاننا رجعنا لعهد الستينات والسبعينات، مصر القديمه والنيل وشارع عباس العقاد والكلام ده كله. من وقتها كان قبل كده كولر بيعتمد على كهرباء اعتماد كلي، وكان كهرباء متألق، وكان حديث السوشيال ميديا والقنوات الفضائية والصحف المكتوبة اللي هي المجلات يعني. بعد كده انقلب السحر على الساحر، بقى كولر بيعتمد على مودست، وقال يا كهرباء انت رقم 3. طيب هل مودست كان الأحق ولا ما قدمش غير هدف في فيوتشر، وكان هدف في الزمالك؟ وكهربا اللي كان بيجتهد واللي كان طالع عينه، خلاص انت رقم 3 عندي. طب هل كولر كان كده بس؟ قال لك لا، ده موسيماني برضه. فالجمهور البعض منه قال لكهربا انت لاعب فاشل، وانت 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 وانت. يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، ان كهربا ده بالبلدي كده بعد ما كان جيبه مليان بقى عريان. انا اسف في اللفظ، الجيب بقى عريان يعني، بقى افلس. كلنا سمعنا وهو بيتحسبن على مجدي عبد الغني بانه هو من زور العقود وما شابه ذلك. فبرضه الجمهور بانقسام، البعض يقول له ما انت قلت مضيت، والبعض التاني بيقول يا ابني فوض امرك لله وما اعرفش الكلام ده كله. لكن فين الاداره بعد تصريحات كولر بالامس؟ طب هل الاداره مطالب انها تتدخل بعد تصريحات كهربا بالامس؟ ده لازم تتدخل، لانه احنا شايفين
يعني حاجات غريبة بتحصل زي ايه؟ زي كلنا عارفين قائمة النادي الاهلي طول عمرها بتكون مكونة من 30 ل 33 لاعب. يعني بسم الله ما شاء الله معانا عدد وافر في اللاعبين، تاخد منهم 21 لاعب. طيب النهارده احنا اصلا القائمة بتاعتنا عشان نكملها ل 21 بنكملها من الناشئين. يعني عشان تكمل القائمة اللي المفروض 30 33، لا ده انت عشان تكملها لل 21 بتجيب من الناشئين. فبالتالي نزل ياخد من الناشئين. طب في فترة عصيبة زي دي ما عندكش غير وسام، مشي كهربا ليه؟ ما مشي بيرسي تاو في الوقت دي برضه ليه؟ ما كنت تصبر عليه لما عقده يخلص فاضل 6 شهور مثلا. والغريب كمان انك ممشي 2 كانوا باقيين عليك وسايب اللي بايعك اللي هو اكرم توفيق وخالد عبد الفتاح اللي العقد بتاعه اصلا في مشكله، انه في حاله البيع سموحه بياخد نسبه، فانت مش قدامك غير انك انت تبيعه لسموحه تاني عشان تلغي النسبه دي. مين اللي خلص في الصفقه دي؟ ومين اللي قرا العقد ده؟ ومين اللي وضع الشروط دي والبنود دي؟ ما هو الجمهور من حقه يسال وانت من حقك تجاوب. يعني انت بتاخد قرارات كمدير فني، الاداره خالعه ايدها خالص. حتى يوسف ايمن اللي جه ماتش واحد وحكمت عليه بانه لا يصلح ودمرته نفسيا ومعنويا وفقدته الثقه، وما اديتوش 10 دقايق بعد كده ولا 5 دقايق وهتمشيه. طب مين اللي جابه؟ مين اللي جابه؟ ما احنا بنتكلم بالهدوء اهو. اللي جابه ده المفروض يدفع من جيبه في خزينه النادي ويقول ايه؟ انا غلطان وانا لا اصلح اني اختار صفقات. يوسف ايمن ولا اي حاجه خالص. فبالتالي احنا قدام قرارات بتولد غضب للجمهور، احنا قدام صمت رهيب للإدارة بيولد غضب قدام الجمهور. هو ده الكابتن بيبو؟ لا. شوبير قال منذ قليل يعني من يوم او 2 انه كان في المستشفى، والراجل ربنا يشفيه ويعافيه، كلنا بنقدر الايقونه والاسطوره الكابتن عمر الخطيب. لكن يبقى السؤال، هل من كان يدير النادي الاهلي هو العمرو فاروق الله يرحمه؟ لان من بعد وفاته في حاله من القرارات الخاطئه، اغلبها خاطئه. خلينا نشوف ايه اللي هيكون في الايام اللي جايه. لكن هنختم الفيديو بتاعنا بقى بزيزو وما ادراك ما زيزو، اللي خلاص مش هقول فضح، لا هو كشف السيناريو الوهم اللي صدر للجمهور الزملكاوي بانه الراجل وقع والفلوس اتحولت على البنك وما شابه ذلك. وللزيزو من يومين الراجل اعلن على صفحته قال النهارده الثلاث قدامكم الخميس بالكتير الجمعه هكون زيزو صاحب القرار لو ما تحولش بالفعل المبلغ اللي طالبه زيزو على حسابه. مجلس اداره قال لك هنديك شاليه في الساحل وفيلا معرفش في اكتوبر، تخيلوا بس، وعربيه اغلى موديل. طب ما انت الثلاث حاجات دي كلها تقدر انك توفر منها مثلا المبلغ وتكمل من رجال الاعمال زي ما انت بتقول. ولكن في كلام بيقول ان زيزو في حد من الاهلي بيراوضوا من اجل التوقيع للنادي الاهلي. انا عايز اقول لك بالفم المليان للاسف الشديد، لو كان الكابتن حسن حمدي رئيسا للنادي الاهلي في الوقت الحالي كان زماننا خطفنا زيزو. ولكن الخطيب يعني شخصيه محترمه في زمن اصلا ما حدش فيه النهارده بنشوف المحترم الا على ايه قد الصوابع. خلينا نشوف ايه اللي جاي معانا، وباذن الله نتمنى الافضل لقطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، لانهم احد الاعمده الاساسيه للكره المصريه، سواء عبر الانديه او المنتخب اللي هو القوام الاساسي اللي بيعود على الكره المصريه من حيث التواجد في افريقيا والتتويج بها، التاهل لكاس العالم، ويعني اثبات بصمه تاريخيه يعني بيشهد لها الزمن. فانا اسف لو طولت حضراتكم، لكن دي كانت مجموعه من الحوار والمناقشه ما بيني وبين حضراتكم. اتمنى تتركوا تعليق في اللي بنقوله، وانتظرونا دائما وابدا على ملعبكم، ملعب ابو الكباتن. هنا بنناقش كل جديد، واخبارنا دايما بتكون موثوقه. بنحاول اننا نوصل لحل بكل هدوء، سواء عند اخبار زملكاويه او اخبار تخص النادي الاهلي.
شكرا جدا، دمت في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.